فانزاتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض ميني بيتزا جميل قوي. بصوا قد ايه، مش العجينه تخينه وبيمط وشكله وريحته حلوه قوي وسهل، ومكونات موجوده في البيت وسهل قوي. حطينا نص كوبايه لبن دافيه، ونزلنا عليها بالخميره، كيس خميره عادي، والسكر عشان الخميره والسكر بيتفاعلوا مع بعض، وسيبناهم. معانا هنا كوبايتين دقيق فقط لا غير. تمام. هننزل عليها معلقه بينك باودر وحبه ملح صغننين، وهنبتدي نقلب المكونات في بعض بالطريقة دي. سهلة وجميلة وحلوة للفطار الصبح. معنا هنا حبة زيت صغيرين هنحطهم عندي، ونبتدي نقلب كده. الخميرة جهزت معانا، هنفضيها ونفضل نقلب كده مع بعض المكونات. وهننزل معانا كوباية لبن، هننزل واحدة واحدة لحد ايه عجناها اهي بقت جميلة، وسيبناها شوية ترتاح وخلاص. هنبتدي نلم العجينة بالطريقة دي، حبة دقيق كده على الرخامة، ونجمع العجينة بالطريقة دي. بصوا اصلا العجينة صغننة خالص، كوبايتين بس هتطلع معانا كمية حلوة. قطعناها وهنبتدي نلمها كده، وبرده كل ايه، وهنسيبها ترتاح شوية. ملمسها حلو كويسة. حاطين دي على الرخامة عشان ما تلزقش مننا، ومش بنعملها في الفرن، احنا بنعملها على البوتاجاز من فوق عشان الناس اللي ما عندهاش امكانيات الفرن هنعملها برضو. بصوا هنا فردناها، سيبناها ارتاحت حبة صغننة وفردناها. بصوا شكلها عامل ازاي، صغنونة قوي. واحنا بقى بنتحكم في العجينة براحتنا، حابين نقطعها كبيرة شوية صغيرة شوية، دي حاجة ترجع لنا احنا. بصوا القمر خلاص كده. طبعا مجهزين معانا خليط، اي خليط موجود في التلاجة. يعني لو حتة صدر فرخة مثلا ممكن نشوحه، حبة لحمة مفرومة ممكن نعملهم بالبصل ونحط عليهم طماطم وفلفل. بصوا ده كده الخليط بتاعنا جاهز. الحاجة اللي موجودة في التلاجة، انا لقيت حبة جبنة، طماطمايه، شوية لحمة مفرومة كانوا متبقين مني. هنا الصلصة العادية حطينا عليها حبة ملح وفلفل برضو، حطينا حبة زيت، وهنبتدي ننزل بالخليط بتاعنا كده واحدة واحدة. مش في الفرن، على الطاسة عادي، غطيناها شوية. بصوا لو ركزنا هنلاقي ان الخميرة، يعني ان العجينة بتاعتنا خمرت واستوت وكمان ايه، العجينة هشة، فعملت زي برقيق كده جميلة. بصوا، فالعجينة هشة كده، هي تبين لكم ان العجينة اتعملت كويس. قلبناها على الوش التاني، وهننزل بالصلصة بتاعتنا اللي حطينا عليها حبة ملح وفلفل صغننين، وهندهن الوش بالطريقة دي. سهلة وجميلة وخفيفة والعجينة احنا رفعناها قوي وسبناها شوية عشان لما نيجي نحطها والسمك بتاعها يزيد شوية، ما تبقاش تخينة، ما تبقاش العجينة ضخمة مننا، احنا عايزينها هشة كده، ولا منها رفيعة ولا منها تخينة. فاحنا واحنا بنفرد واحنا بنفرد بنفردها خالص، عشان لما بنسيبها شوية مع الخميرة بتخمر حبة صغننة كمان. بننزل بالخليط بتاعنا بالطريقة دي، ونحط الجبنة برضو عشان تدينا المطة الحلوة. مفيش جبن عادي، زيتون، حاجة يا جماعة اللي موجودة في البيت، ما نعقدش الدنيا على بعض. حلوة للفطار الصبح، حلوة لو أطفالنا راحة المدرسة ممكن ياخدوها معاهم. خفيفة وجميلة وصحية، عجينة احنا عاملينها في البيت وحلوة قوي. بصوا القمر، متنسوش تعملوا لي متابعة، بحبكم قوي.